مساء الخير. ناس كتير ما تعرفش إن فيلم الراقصة والسياسي كان هيبقى بطولة سعاد حسني وأحمد زكي، لكن لظروف ما بتروح البطولة لنبيل عبيد وصلاح قابيل، وبيتأجل حلم أحمد زكي لتاني مرة إنه يمثل مع سعاد حسني. الحلم اللي بدأ لما جاله مكالمة إن تم اختياره لدور بطولة فيلم الكرنة قدام سعاد حسني. كانش مصدق نفسه زكاوة، وطار من الفرحة إنه أخيرا هيمثل قدام النجمة اللي كان بيتفرج على أفلامها وكان نفسه بس يسلم عليها. لكن فوجئ أحمد زكي بعد فترة إن المنتج والموزع حسين الصباح يرفض إن يعمل بطولة فيلم ضخم زي ده قدام سعاد حسني، شاب أسمر لسه متخرج من المعهد. وبتروح البطولة لنور الشريف اللي بالمناسبة من وجهة نظري عمل الدور بامتياز. اللي تشوفه سيادتك اكتبه وأنا أمضي عليه. وفي سنة 1976 بيتعرض على أحمد زكي فيلم شفيقة ومتولي، سيناريو وحوار الشاعر الكبير صلاح جاهين، إخراج سيد عيسى، عشان يشارك البطولة مع سعاد حسني. لكن للأسف بيتأجل حلم أحمد زكي للمرة الثالثة بسبب خلاف حصل بين سعاد حسني والمخرج سيد عيسى اللي دام لمدة سنة تقريبا، ووصل الخلاف بينهم لحد المحاكم. كل اللي كانوا شغالين في الفيلم ومن ضمنهم أحمد زكي حاولوا إن هم يتدخلوا ما بينهم ويصلحوا الخلاف ده، لكن للأسف ما كانش فيه أي فايدة. وبيتدخل المخرج يوسف شاهين والمنتج جابي خوري وبيشتروا كل اللي تم تصويره من الفيلم مقابل 65,000 جنيه. بعد فترة قصيرة بدأ يوسف شاهين والمنتج جابي خوري يعرضوا على عدد كبير من المخرجين إنهم يكملوا تصوير الفيلم، منهم صلاح أبو سيف وحسين كمال ويحيى العالمي وعلي بدرخان، لكن كلهم رفضوا بسبب ظروف الفيلم الغريبة. واقترح المخرج سيد عيسى على يوسف شاهين إنه يتفرج على ما تم تصويره من الفيلم، ولو عجبه يكمل شاهين تصويره. لكن شاهين ما كانش مقتنع بالفكرة في البداية، لكن لما شاف المشاهد اقتنع شاهين وبدأ يصور فعلا بعض مشاهد الفيلم في محافظة الدقهلية اللي جمعت بين أحمد زكي وسعاد حسني. ولكن لأن شاهين كان بطبيعته بيحب يخرج الأفلام اللي طلع من جواه، وأغلب أفلامه تقريبا كان هو اللي كتبها، اعتذر شاهين عن الفيلم وما قدرش يكمل. جات لشاهين فكرة إنه يروح لعلي بدرخان ويقنعه إن هما الاتنين يخرجوا الفيلم، بحيث بدرخان يصور المشاهد اللي بين أحمد زكي وسعاد حسني وشاهين يصور باقي المشاهد اللي في الفيلم. لكن بعد ما صور بدرخان بعض المشاهد اعتذر شاهين عن الفيلم. ولما سعاد حسني سألته عن موقفه وهو ليه عمل كده، قال إن هو ما كانش عنده النية إنه يخرج الفيلم، لكن هو عمل كده بس عشان ينقذ الموقف. بعد فترة جت فكرة ليوسف شاهين إنه يعرض الفيلم على المخرج علي بدرخان للمرة التانية، وفعلا اجتمع شاهين وسعاد حسني وصلاح جاهين بالمخرج الكبير علي بدرخان اللي بالمناسبة كان زوج سعاد حسني في الفترة دي، عشان يقنعوه إنه يخرج الفيلم. وافق بدرخان، لكن بشرط إنه يخرج الفيلم من البداية برؤيته هو الكاملة. وبالفعل بدأ تصوير فيلم شفيقة ومتولي من جديد. وفي سنة 1978 بيتعرض فيلم شفيقة ومتولي في السينمات، يصبح أضخم إنتاج سينمائي في سنة 1978. وأخيرا بيتحقق حلم زكاوة من ساعة ما بدأ تمثيل في مسرح مدرسة الصنايع إنه يمثل قدام النجمة الكبيرة سعاد حسني ويتصدر الأفيش معاها كمان. متولي شال جتة المقتولة بين دراعيه، ضربوها قدام عينيه بالنار ما يعرف ليه، وناس يقولوا ده هو طعنها بالخنجر، بس احنا شفناه رماه وشفيقة جاية عليه، سوا كده او كده شالها في احضانه. مفيش شك طبعا ان قصة شفيقة ومتولي للكاتب شوقي عبد الحكيم هي ماتيريال مضمون لأي صانع انه يعملها فيلم وتنجح وتكسر الدنيا كمان. اولا لانها قصة شعبية مشهورة عند الشعب المصري من زمان، وثانيا لانها قصة حقيقية. ولكن الفيلم ما نجحش النجاح المتوقع ساعة نزوله في السينما، لأن المخرج علي بدرخان والشاعر الكبير صلاح جاهين قرروا إنهم يخرجوا بره قالب القصة الشعبية دي، وحبوا إنهم يبروزوا الجانب الآخر من قصة شوقي عبد الحكيم، وهو الإسقاط السياسي على اللي كان بيحصل في الفترة الزمنية دي، والذل والاستعمار والقهر اللي كانوا بيتعرضوا له المصريين من الاستعمار الإنجليزي وقتها. وخلوا طبعا شخصية شفيقة دي هي مصر، واللي بان جدا من خلال أغنية بانو بانو اللي غنتها سعاد حسني في الفيلم. دوروا وشكوا عني شوية كفاياني وشوش، ده كم من وش غدر بيا ولا ينكسفوش. دوروا وشكوا عني شوية كفاياني وشوش، ده
ده كم من وش غدر بيا ولا ينكسفوش. وعصير العنب العنابي العنابي نقطة ورا نقطة يا عذابي يا عذابي